بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليك يا أبا عبد الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع اليوم لنستذكر أرواحاً طاهرة ضحت من أجل الإنسانية وواجهت أهوال الحروب بصمود وشموخ. أكثر من 6000 مسعف في غزة ولبنان استشهدوا وهم يحملون رسائل الحياة، رافعين رايات الرحمة وسط نار الظلم والعدوان. هؤلاء الشهداء الأبطال كتبوا بدمائهم ملحمة الكرامة وتركوا لنا دروساً في التضحية والإيثار. لهم منا السلام وعلى أرواحهم التحية. عهداً علينا أن نواصل المسير وأن نحمل شعلة الحق والإنسانية حتى نحقق النصر بإذن الله تعالى. إخواني وأخواتي، آبائي وزملائي الأعزاء، لقد واجهنا في مسيرتنا العديد من الصعوبات والتحديات غير العادية ولم تحدث من قبل، ومن أطراف لا يريدون لهذا المشروع أن يرتقي ويستمر، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بعزيمتنا وإصرارنا تمكنا من تجاوز هذه العقبات وتحقيق أهدافنا. موسم نبض الإسعافي هو موسم متخصص في بث علوم دعم الحياة وتقديم أساسيات الإسعافات الأولية لدور العبادة. بدأنا مسيرتنا في عام 2019 وبدعم وشراكة استراتيجية مع جمعية العاصمة للثقافة الإسلامية. شعار هذا الموسم هو انتظاراً لظهورهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. وهو يعكس روح هذا العمل التطوعي والإنساني. لا يفوتنا شكر الداعمين الذين كانوا سبباً رئيسياً في نجاح هذا الموسم، وعلى رأسهم مستشفى الهلال التخصصي الشامل، مؤسسة سكايب، مستشفى البحرين التخصصي، وجمعية العاصمة للثقافة الإسلامية. كما أن دعم المحافظات وخصوصاً العاصمة والشمالية أتاح لنا فرصاً أكبر للإبداع. وقد كان التنسيق مع إدارة الأوقاف الجعفرية دوراً بارز في تميزنا، حيث ساهم التواصل المباشر مع المؤسسات في رفع مستوى الخدمة. التقرير المبسط، سوف أقتضب بالتقرير، تأخرنا عليكم في بدء الحفل ومشاكل الصوت تلاحقنا من حفل ختام إلى حفل ختام اللي يستذكر العام وأيضا أول العام. بنفس الطريقة كانت هناك مشاكل في الصوت، فأنا أعتذر لكم نيابة عن الأخوة ونيابة عن القائمين والداعمين فيما تم السنابس على هذا التأخير. بدأنا بموضوع التدريب. تراجع مؤشر التدريب هذا العام إلى 282 متدرب ومتدربة مقارنة ب 350 في الموسم الماضي. كانت النسبة الأكبر للتدريب في دور العبادة بنسبة 59%. نسبة النجاح بلغت 84%. وكما أن التدريب بناء على مناهج المعهد الأمريكي للسلامة والصحة ومعهد الرعاية الأمريكي. التغطيات الإسعافية، ارتفع إجمالي التغطيات الإسعافية إلى 190 تغطية. سجلت محافظة العاصمة النصيب الأكبر، والحالات الإسعافية بلغت 190 حالة، غالبيتها بسبب الإجهاد الحراري.
تم نقل 5 حالات حرجة و10 حالات طارئة بواسطة خدمات الطوارئ الطبية الإسعاف. مستشفى الهلال التخصصي استقبل مشكورا 8 حالات طارئة وتم علاجهم مجانا. استجاب متطوعو الموسم ل3 حالات توقف قلبي، وتم استعادة الدورة الدموية في حالتين. فقداننا لمريض رغم جودة الرعاية كان أمرا مؤلما، وبشفافية قمنا بإجراء تحقيق معمق يمكن الاطلاع عليه على موقع فريق نبضة حياة lifepulsebh.com. أما بالنسبة للتجهيزات والمبادرات فتم توفير 26 جهاز إزالة رجفان قلبي بالتعاون مع مؤسسة سكايب الطبية، فلهم الشكر الجزيل. الحمد لله رب العالمين، هذا التوفيق الكبير لن يحدث إلا أن يكون هناك دعم مثل ما قدمته مؤسسة سكايب، فجزاهم الله خير الجزاء. تغطية غالبية مناطق البحرين إسعافياً بفضل النقاط الطبية الميدانية المتقدمة، والتي كانت تحتوي على كوادر طبية، أطباء، أخصائيو طوارئ طبية وممرضين وجميع أجهزة دعم الحياة. تم تجهيز تنسيقية الموسم بأعمال حسينية وتطوعية، منها قصيدة انتظار وبودكاست نبض. تم توفير خدمات التبريد كما هو الحال في كل عام. تم تشغيل 8 وحدات خدمات إسعاف وطوارئ على مدار الساعة، وتم إعداد خطة ميدانية بإشراف أخصائي السلامة وتوفير طفايات حريق لجميع التغطيات. أما الآن فمع تقرير الجودة البسيط. تم تسجيل جودة ملحوظة في التدريب، وكما أن تم تسجيل نتائج إيجابية وملحوظة عن وسائل استخدام المستجيب الأول. جودة التدريب تم تحقيق 94% من إجمالي التدريب، وكما أن رضا المؤسسات التي تمت التغطية فيها كالحسينيات ومواكب العزاء المركزية بلغ 85%. وقت الاستجابة بالمجمل تم تحقيقه بنسبة 100%. الالتزام بالبروتوكول الإسعافي الخاص بالموسم تم تطبيقه بنسبة 87%، وتحقيق نتيجة مرضية لفريق التبريد بنسبة 33%. المشرف على التبريد ليست مرضية، للعلم أن 33% نسبة تستدعي التصحيح، ويجب العمل على تحسينها مع دور العبادة. في الختام نعبر عن فخرنا بهذا الإنجاز الذي يهدف إلى خدمة المجتمع وتحقيق أهداف فريق نبضة حياة الإسعافي في نشر ثقافة السلامة والإسعافات الأولية. شكرا لكل من ساهم ودعم هذا الموسم. نعدكم بالمزيد من التطور في المستقبل. نذكركم أن هذا النجاح ليس نهاية الطريق، بل هو خطوة على درب طويل من التميز والعطاء، لنجعل هذا المشروع دافعاً للاستمرار في العمل التطوعي ونشر ثقافة السلامة والإسعافات الأولية في كل مكان. معاً نستطيع تحقيق المزيد، معاً يمكننا بناء مجتمع آمن ومتكامل. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين.